إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والبيئة التحتية والتحول الرقمي والزراعة المستدامة. وقد أثمرت هذه الجهود التي قامت بها الدولة عن وجود بعض الشراكات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي بالفعل، وذلك في مجالات عديدة على سبيل المثال وليس الحصر: الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتصنيع المستدام، وهو ما يعكس التزامنا بتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التعزيزات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. كما إننا نؤمن بأن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ليست مجرد تعاون اقتصادي فحسب، بل هي نموذج فريد يقوم على التكامل والاستفادة المتبادلة بين الطرفين. فمصر بموقعها الاستراتيجي الفريد وبيئتها التحتية المتطورة وإمكانياتها البشرية المتميزة جعلتها تمثل بوابة رئيسية لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في أفريقيا والشرق الأوسط. وفي المقابل يمثل الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً لمصر في دعم التحول الاقتصادي وتعزيز الاستدامة. لقد أصبحت الاستدامة محوراً أساسياً في أي خطة تنموية حديثة، فمع تزايد التحديات الاقتصادية والبيئية أصبح من الضروري أن تتبنى الدول سياسات تدعم الاستثمار المستدام. ومن هنا فإننا ندعو جميع المستثمرين الأوروبيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والاستفادة من الحوافز المقدمة من جمهورية مصر العربية. وفي الختام أؤكد أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ليس مجرد التزام سياسي أو اقتصادي، بل هو رؤية مشتركة من أجل عالم أكثر استدامة وأكثر ازدهاراً وأكثر تكاملاً. شكراً لكم، وأتمنى لكم ولهذا المؤتمر النجاح والتوفيق بإذن الله.